وأنت الآن تترقب مجيء يوم ميلاد المسيح لتشاركهم بالحفلات والأغاني وفي الإضاءة والبهجة بعيد رأس السنة الميلادية. واعلم حكم الإسلام في من يشارك في احتفالات الكريسماس. اسمع الآن، يقول ابن القيم الحافظ الكبير في كتاب أحكام أهل الذمة: إن تهنئة الكفار بأعيادهم وأعياد الصليب ومشاركتهم إن سلم من الكفر فإنه حرام باتفاق أئمة الإسلام. فإذا كان مهنئا لهم في كفرهم وفي اعتقادهم أن عيسى ابن مريم إله أو ابن إله فإنه كافر مرتد راض بهذا الكفر، راض برفع الصليب على أن عيسى هو الله أو ابن إله. لقد كفر الذين قالوا إن المسيح ابن مريم هو الله، كفر. الإسلام